السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. ازيك يا استاذ مروه؟ أهلا بيك، اتفضل. أنت على الهوا، حابب تقول اسمك؟ اتفضل. لا مش لازم يا استاذ مروه. اتفضل، حابب تقول مشكلتك؟ أنت على الهوا. ماشي، مش مشكله عادي. اتفضل. حضرتك انا متجوز من 10 سنين، تمام؟ تمام. فالمشكله اللي معايا دي اكتشفتها يعني بعد الجواز حوالي سنتين ثلاثه يعني، مم. او باربع سنين في الحدود دي يعني. تمام. تمام. انا حضرتك انا اتجوزت يعني جواز تقليدي عادي يعني، تمام. فخطبت 4 سنوات، كنت خاطب سنتين، ولما ربنا كرمني اتجوزت على طول. واكتشفت العيب اللي في مراتي دوت بعد زواجي ب4 سنين او 3 سنين. اكتشفت إيه العيب؟ ال- العيب يعني عديمة النظافة. مش نظيفة. يعني مش نظيفة، تمام. فأنا الموضوع دوت مأثر فيا ومضايقني، وأنت وأنا أصلا اكتشفت ده يعني بعد 4 سنين؟ مع حضرتك اللي حصل. يعني أنا ما أنا كنت أسافر بقى وكنت أروح وأجي لما أنا قعدت آه. واشتغلت في البلد. يعني تمام. أنت ما ابتديتش تكتشف ده غير لما استقريت؟ لما استقريت في البلد، تمام. عديمة نظافة إزاي؟ إيه يعني بتعمل إيه؟ يعني حضرتك مثلا اتغدينا اتعشينا، الاكل المفروض يتشال في الثلاجه، المفروض مثلا الحاجه البواقي لو حاجه باقت مثلا ما يعني ما تت... تروح رميها لي تحت بالظبط. الحوض. آه. تمام، ترميها لي تحت الحوض، تمام. تسيبها لي تحت الكنب، تسيبها لي تحت السرير باللي فيه. تمام. آه. الموضوع يعني طال على تزق طول. الحلة لو فيها أكل تحت السرير؟ بالظبط كده تحت السرير، الكنب، الاطباق برضه نفس الكلام. اي مكان مشطب ما ينفعش فيه الكلام ده نهائي. طبعا. اي حاجه بتظهر فيه واي حاجه بتبان فيه. تمام. اه. فانا بخش بشم ريحه وحشه، هي اخش المطبخ، لو ما اخش المطبخ هتلاقى الطبق اللي احنا بناكل فيه فضلت حاجه فيه، المفروض ان هو يترمي في الزباله الاكل اللي فضل، مظبوط. والطبق يتغسل او اه. يتلين في شويه ميه مثلا. تمام. لكن هي العكس، تروح رميه لي باللي فيه، اجي ثاني يوم ثالث يوم اشم ريحه كده تلاقي الاكل ضرب في في وطبعا المواعين. الزبالة مش بتنزل، مش متابعة الحكاية دي. بالظبط، والزباله اللي قدام باب الشقه زي ما هي قاعده يعني موجوده، تمام. وما فيش انضباط، ما فيش استهمام. طب وهي آه ل- وهي نظافتها الشخصية، اهتمامها بذاتها وبنفسها؟ نظافتها الشخصيه برضه اهمال، برضه في اهمال، ما بتلبسش زي الحرير زي الستات. مش شايفه يعني. مش عارف. انا من ساعه ما اكتشفت فيها الموضوع دي، انا عشان ما اظلمهاش برضه جبت اخواتي وجبت عمها وجبت الدنيا كلها. وشافوا بعينيهم وصوروا الكلام ده بالتليفون، وبعتوا لاهلها على اللي بره شغالين في الامارات، وشافوه وغلطوها مره واثنين والثالثه، قالوا لي انفصل مني وانت شوف لك واحده وخلاص. احنا مم. كده عملنا اللي علينا معاها انت وخلاص. خلفت ولا لا؟ ما المشكله حضرتك، انا معي ولدين وبنت. ما شاء تمام. الله. مم. فانا الكلام اللي بقوله لحضرتك دلوقتي قبل ما اجيب لي عيال، فقلت لها انا بعد ما هجيب لي عيال هتتلككي لي وتقولي لي العيال يا تعبيني العيال مش عارف ايه، وحصل يا استاذه مروه برضه حصل. هو انت يعني طلقتها؟ بعد، لا لسه ما اه. طلقتش. حتى لما جبت العيال حضرتك برضه نفس الكلام، انا فكرتها وقلت لها فاكره في سنه كذا لما قلت لك هتقولي لي العيال، فبرضه لحد اول امبارح الكلام ده اتكرر، وزعقت معاها الساعه 12 بالليل كنت امشيه. فانا المشكله ان انا عيال صغيرين جبتهم متاخر يعني. اه. فام والدتي قالت لي ما ينفعش وبتاع، فرحت جبت اختها قالت لي الموضوع ده لو اتكرر ثاني، قلت لها اتكرر بقى المره 20 وانت عارف. اه. يعني هو انتوا اختلافكم كله على النظافة، وهي مش عايزة النظافه تتعلم ولا تسمع الكلام. خالص، هذه المشكله الكبيره والمصيبه اللي انا وقعت فيها دي. طب انت عندك قدرة تجيب حد يساعدها؟ زي مين مثلا؟ تجيب اي ست بتبقى دي شغلانتها تساعدها في البيت؟ يعني هي تظبط، تبقى بس مع ايديهم بايدين بعض. لو في حاجة وسخة تغسل، لو في مواعين تغسل. عندك القدرة المادية بده؟ ما المشكله مش في القدره، المشكله ان احنا ما عندناش الكلام ده خالص، ما فيش حد يعمل كده خالص. اه. يعني ما تقدرش تجيب وبعدين واحدة ست تبقى بايديها تعلمها، تقف معاها، ما تسيبش حاجة وسخة. اصل بص يا استاذي، في 3 اطفال.
الحل في اتفضل. الطلاق؟ لا، اكيد الحل مش في الطلاق. اللي انت بتقوله عيب خطير، والنظافه شيء مهم جدا جدا، والنظافه من تمام. الايمان، وده وشعب من شعب الايمان، البني ادم يكون نظيف وريحته طيبه، والمكان اللي تمام. عايش فيه طيب، فده مش هنختلف عليه. لكن يا ترى لو العيال دي انت اتطلقتوا، مين اللي هيدفع الفاتوره؟ هم العيال اللي هيدفعوا الفاتورة، مش انتوا. انت ما هتروح حضرتك حياتك، تشوف حياتك، وهتتزوج من اخرى، وهي مش بعيد تشوف حياتها، لكن في الاخر العيال اللي هيتعذبوا. انا معاك يا استاذ مروه، بس انا الموضوع تعبني زياده عن اللزوم. بص حضرتك، انا راجل يعتبر، انا عملت مرتين عمليه حصاوي، تمام، ومره عملتها في القاهره ومره عملتها في اسيوط، وصرفت مبلغ وقدره على العمليات، تمام. وانا عايز نظافه، لازم الطبق يكون مغسول، كوبايه الشاي تكون مغسوله، طبعا لازم طبعا يكون في طبعا نظافه، عشان طبعا. انا اصلا صحتي مش مستحمله الكلام ده ولو يا خالص. سيدي، ولو صحتك ما شاء تمام. تمام، اي بني ادم في الدنيا عايز، اكيد عايز ينام في وانا مكان نظيف، ياكل في وانا كوبايه بط... نظيف، يشرب في كوبايه نظيفه، ياكل في طبق نظيف، يعيش في مكان نظيف. احنا بص يا عفوا استاذ يعني، مروه، احنا بني ادمين مش حيوانات، فاكيد لازم نعيش انا عيشه كريمه. انا حضرتك حتى الهدوم لما بتغسلها برضه بتلاقي، باجي البس الهدوم بتلاقي فيها بقع برضه. بقول لها ايه ده؟ تقول لي ده من الحبل الغسيل ومش عارف، المهم تتلكك لي باي حاجه. طب انت واخدها تمام. متدلعه يعني؟ انت واخدها كانت ما بتعملش حاجه في بيت اهلها؟ مش عارف والله، يعني انا اصلا ما خدتهاش يعني على حب ولا كده، لا انا ربنا كرمني وخطبته واتجوزته وتمام، لكن ما اعرفش والله. انا اتفاجأت اصلا، يعني انا يعني فكرت كده اهلها مش خالص. قادرين يسيطروا عليها، يعلموها؟ مش قادرين. في اللي اختصر من الموضوع وشال ايده وتعب من الموضوع، وفي اللي مستمر اللي هم اخواتي وبينصحوا فيها، وبرضه ما زالك الموضوع متكرر. مم. وانا مش مستحمل الكلام ده خالص. يعني انا حتى الهدوم قلت لها الهدوم من بتتشال في الدولاب دي معروفه، الدولاب ده عملوا لي الهدوم. كوبايه الشاي معروفه بتتشال في المطبخ، الطبق بيتشال في المطبخ، الحله بتتشال في يعني المطبخ، هي عندها الاكل الهدوم في اي مكان، الحلل في اي في اي مكان؟ مكان ترمي، في اي مكان ترمي، فهمان تحط لك ديتي امال على هي ديتي بتعمل ايه بقية اليوم؟ يعني دايما مش ستات عارف. البيوت مشغولة في الحاجات دي، هي بتعمل ايه؟ يومها بيحصل فيه ما ايه؟ تعملش، كسر، ما تعرفيش تعملي. انا بصي بنزل 6 الصبح، تمام، شغلي بطلع بخش البيت ممكن بعد الساعه 10 ولا 11 بالليل. يعني انت اليوم كله تقريبا مش موجود؟ انا اليوم كله بره، تمام. اخش الشقه اطلع، لو كنت اتغدى مثلا مم. اتلاقي الهدوم مرميه في ناحيه، والمواعين في ناحيه، وده في ناحيه، وده في ناحيه، ودي اتكلم معي العيال. طب ما انت كده من قبل العيال، يعني انت مشكلتك اصلا من قبل العيال. يعني انت من اول ما اتجوزتها وهي على الوضع ده؟ بعد ما اتجوزتها بسنتين بالضبط اكتشفت الموضوع ده فيه. مم. وانا النهارده لي 10 سنين متجوز، فالموضوع زاد عن حده، تمام. فانا فكرت ان انا امشيها خالص من البيت لمده شهرين 3 4 5 طب براحتها في انت بيت لو اهلها. مشيتها هتعمل ايه؟ العيال هتروح فين؟ معاها هعمل معاها، العيال صغيرين اصلا، ده لسه طيب صغيرين وانت معاها. هتبقى راضي ان عيالك يبقوا في بيت مش بيتهم ومش ما انا مرتاحين؟ وحياة ربنا يا استاذ مروه، انا عيالي دول عيني اللي بشوفهم، يعني انا مش هقدر استغنى عن عيالي ولا هقصر في اي شيء نهائي. انا التقصير ده ممنوع، يعني ما طب اعرفش يا عم تقول الحاج، لي على انت حاجه شكلك ابن اصول، وانت شكلك صعيدي، الله يخليك. وانتوا بتفهموا في الاصول. ما الله تقدرش يخليك. تجيب حد يساعدها لحد ما العيال تكبر شويه؟ يمكن حمل حط. العيال تقيل، يمكن انا مش بقى، انا بص، انا عارفه ان هي مقصره وغلطانه، لكن لو نقدر عشان المركب تمشي والعيال تتربى، معلش. لو مش مهم الناس بتقول ايه، لو جبنا واحده من غير ما حد يدرى، واحده تساعدها، تكون ست كده زيها، تاخد بايديها، ترتب الحاجه بحيث انك تيجي بالليل تلاقي الامور نظيفه، نعودها على النظافه. بعد شويه هي هتلاقي نفسها مش قادره ترجع للعفن تاني، لما تلاقي نفسها اتحطت على طريق النظافه، والبيت مترتب، الهدوم في مكانها، الاطباق في مكانها، ناخد بالاسباب. لكن عيالك يتربوا في بيت تاني ويبقوا متبهدلين، وما حد يتأفف منهم، حد يضايقهم بكلمه، حد يتضايق من شقاوتهم او من صوتهم العالي، ليه؟ هم في خير ابوهم عايشين. فلو احنا نقدر نعمل ده، مع كمان ان احنا ناخد بالاسباب، وتفهمها مره واتنين وتلاته، وتجيب اهلها وتقول لهم الوضع ده مش هينفع، بس خلينا نشوف حد يساعدها، يحطها على الطريق، يقول لها النظافه تمشي ازاي، الخطوات اللي تتبعها ازاي. لو في قدره يبقى جزاك الله كل خير. انت ما بتعملش كده عشانها، انت بتعمل كده عشان الثلاث عيال اللي انت قلت هم نور عيني، عشان هم نور عينك،
عايزين يستقروا. لعلمك ما فيش زي الام، هتديهم لامك مش هيريحوها دول 3، هتسيبهم معاك في البيت مش هتعرف تشتغل، هتديهم لها هي واهلها مش بعيد يهملوا فيهم ويتأففوا منهم ويبقوا متضايقين من وجودهم. فخد بالاسباب، خد لاخر مره بالاسباب. لو نقدر نوفر حد يجي لها ساعتين 3 في اليوم، مش بالضروري يقعد اليوم كله. على فكره ستات كتير بتعمل كده، ستات كتير بتعمل كده. لو يجي لها ساعتين 3 في اليوم، ست كده تكون من سنها اكبر منها، تجي لها ساعتين 3 في اليوم، توضب لها الدنيا، توضب البيت، تغسل شويه الاطباق والمواعين، تحط الهدوم في الدولاب، بحيث ان انت تيجي تلاقي الدنيا حلوه. نعدي بس سن العيال دلوقتي يكبروا شويه، وعيالك بعد كده لا يقولوا لها يا ماما ما ينفعش اللي احنا فيه ده، ما ينفعش الاهمال ده، ما ينفعش ان احنا ما نبقاش نضاف. ويمكن بعد شويه هي من بعد ما تدوق النظافه وتلاقي الدنيا مرتبه ومنظمه حواليها، ما تقدرش ترجع تاني ترمي وتكركب وتحط الحله تحت السرير. حاول عشان عيالك. احنا كلنا في الاخر يا جماعه لو بنتنازل عشان عيالنا، وكلنا في الاخر عايزين نخلي عيالنا احسن الناس، عايزين نخليهم احسن مننا. ودي قمه الاخلاق العاليه. طالما جبناهم في الدنيا بارادتنا ما نبهدلهمش، احنا اللي اخترناهم، واحنا اللي جبنا، واحنا اللي مشينا طريق ان احنا نجيبهم ونسعى وبنلف على الدكاتره وبنقول نفسنا يا رب ترزقنا بالذريه الصالحه. فطالما جبنا عيال نيجي على نفسنا شويه، لان قرار الطلاق مش سهل. دايما بقول لو في عيوب استحالت فيها العشرة، لو زي اي عادل متجوزه راجل سادي وبيضربها وبيعذبها وبيرميها، لا دي ما تعيش. لو واحد متجوز واحده عفوا اخلاقها مش كويسه وبتخونه وكل يوم تعرف واحد وكل يوم بتكلم واحد، اكيد ساعتها هيبقى العشره صعبه والعيشه صعبه. لكن في حاجات لو نقدر نعديها نعديها. معايا تليفون. الو. الو. الو، اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بيكي، اتفضلي انت على الهوا.